ستكون من شرق الوطن. اهتزت صباح اليوم ولاية سكيكدا على وقع جريمة قتل راح ضحيتها الطفل بوكرما كمال البالغ من العمر 16 سنة. وحسب شهود عيان فإن الضحية الذي غادر المتوسط التي يدرس بها وغادرها عائدا إلى منزل العائلة قبل أن يعترض قول سبيله الجنات الذين ترصدوه بعد نشب بينه وبين أحدهم شجار، أين وجهوا له طعنات أخطرها على مستوى رجله ما جعله يفقد الكثير من الدم قبل أن ينقل إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى بحارة أين لفظ أنفاسه الأخيرة. ميكروفون مراسلنا محمد حمدة. كان يهضر مع التلميذه، ضربوا التلميذه صاحبته جبدوها من الشعر، قال له ما تضربهاش، شغل نيف عليه، تقابط معاه دبزه، شغل تناوشوا تسامحوا. راح كي جا خرج ولا جا راح جاب له زوز خلاف ربع، جابوه جا زادي هو يهضر معاه وخرج من اللورا وعطاه في رجله، ضربوا بدوز موسع دوز دخله له في رجله، فض الدم. طاكسي ما حبست له الدنيا كامله. يهود محمد هذا مات بوريا. ظلموا طفله شقر معاه مسولها في شعرها كاله، جا كامل قال لهم ما تظلموش وحده شقر معاه يشغلوا هضر معاهم، ما عجبتوش الحرق يهضر معاه، ما عجبتوش الحل. قالوا لواحد قالوا له اسكن لك في حياتك، قال واحد انا نجيك، طلع له 4 شكرتي وجا. راهم هما في زوز من الماتش هما في عسو 4 و3 قاعدين يضربوا. شغل جا كاله سند كامل في الصور وضربوا بزوز دمغين. جا واحد من اللورا دزها في كلوشو، زاد واحد ضربه هنايا في طاح كامل في الماء. لازم يموتوا، يقتلوا لي بلي يموتوا. الله اكبر، الله لازم يموتوا. ودي واخذوني فيه، واخذوني كمال الزين، كمال المليح، كمال الزين، كمال المليح، كمال الباهي، كمال المليح، كمال الباهي. رحم الله الطفل كمال وألهم ذويها الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون.